خوتي السلام عليكم. ما كاين لا داخله لا خارجه، فهمتي اخوتي؟ كل تعازينا الناس ديال اسفي والضحايا والشهداء، ماشي الضحايا، الشهداء ديال اسفي، الفيضانات ديال اسفي اخوتي. هاد الفيديو هذا والله العظيم القلب ديالي واخا، والله العظيم تفرجت البارح منتخب وعملت واحد الفيديو على المنتخب بيرو ماشي المهم. شوف بنادم بهذيك الحاله الله يحسن العوان، ميت فوق الماء، بنادم شالو رزقو. يا ربي السلامة السلامة يا ربي. وكنتمنى هادوك المسؤولين اصاحبي دابا مشكل تهضر يديوك للحبس، اما هضرتي يديوك للحبس كيما عملت يا واحد. صاحبي شوفوا مولات بلادكم، دابا لو كان شي فرنساوي شي لعيبه شي امارات شي حاجه كتنوضوا تبانوا، ما بانوا على ولاد بلادكم هما الوالا، هما كيبانوا على ولاد بلادهم الوالا هذاك البراني. المهم ما علينا اخوتي، نمشيو نشوفوا شي لقطات هكذا فيضانات كدا. اما ديك اللقطات بنادم ميت ما ندوزاشي، وديك السيده اللي كانت مسكينه ديال الفخار ما ندوزاشي. نشوفوا غير شي لقطات خفيفه وغادي نوريكم المسؤول رئيس الحكومه المغرب كيفاش هضر في البرلمان، ونشوفوا الملك اسبانيا والاميره اسبانيا ملي وقع داكشي في فالنسيا كيفاش الرياكسيون. شوفوا الفرق، فهمتي؟ انا ما كنيش لا الملكيه ولا الملك ولا شي لعيبه بحال هكذا. المهم انا كنهضر غير على المسؤولين، انا كنوريك غير الفرق. كان غير اخ النوش وهبي هذاك اللي كيخرج كيتحدى الصحافه وكذا، كان يجي ضرب غير دوره تماك اصاحبي. بانوا ديروا فيديو، ديروا الله دير اي حاجه بتبان بانك وطني كتبغي بلادك. ومن بعد ملي يهضر شي واحد تقولوا له انت خائن وروينه. لا حول ولا قوه الا بالله. انا اليوم ولدي كنتفاجئ بهذه الكارثه. البارح اختي عندها الحانوت راه في قيصريه البويبه، قال انت شفت الوليد لا يحصوت وصوت وصوره كيقول بين خالتي من المفقودين، كيبكي مسكين ما عرف حتى ما يعبر. حتى البارح ويعيطوا لي الناس، قال لي اختك راه كاينه حيه ترزق، ولكن ولدي راه كاينه خسائر ماديه جسيمه وارواح. وانا من هنا ولدي كنعزي الشهداء وكنحيي ولاد المدينه، هما اللي قاموا بهذه البطوله، كنحييهم رجال المدينه الشباب. الله يعمر حتى مسؤوله ولدي ما تدخل، ما كاين حتى شي مسؤول جا عنده وحاور معنا وشاف المشكل اللي عانينا منه. وانا بغيت التفاته مولويه. الشباب كاين البنيه التحتيه، والواد ولدي كان بكري كيدوز من هنا، ولكن الناس انا راه بنت البلاد عندي 50 عام المسقمونه زايده في ريحه الريح. راه الواد كان كيدوز وصايبوا ليه المسؤولين بكري، ولكن دروك اش داروا ليه؟ ولات العمارات ما لقاش من يدوز، تفرقع. ماشي الطبيعه اللي دارت هذه ماشي الطبيعه. الواد ما لقاش من يدوز. حنا الصبي كاين غير قليل، والمدن الاخرى مع العلم اللي كاين في المدن الاخرين الصبي كثر منا، ولكن كاين تفاهم. حنا كنشوفوا وكان المستعمر ملي كانت فرنسا كنا كنعيشوا احسن، ودروكا حنا كنعيشوا حشومه. شوفوا هذا الشيء اللي وصل. شوف كل شيء مسكين. واش هذا دمار؟ واش هذه الشتاء؟ حتى واحد ما جا عندنا. حنا دوكا باقيين والله ما واكلين ما شاربين. ما واكلين. انا مريضه، عندي مرض مزمن، عندي السكر، عندي الهشاشه، عندي كل شيء. وجيت اليوم بقاو فيا هاد الناس وليدي بقاو فيا، راه خوتنا. الله يعمر سيدي ربي يرحمهم ويتجاوز عليهم ويجعلهم في الجنان ويتقبلهم الشهداء. اللهم اعفو عنهم وعافيهم ونقيهم كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. ولكن اخر رساله كنوجهها لسيدنا، انا بغيت الالتفاته لهنا، التفاته لمدينه اسفي، المدينه المنسيه اللي هي مع العلم المدينه ديال الفوسفات، وكتعيش في النائيه وكتعيش في الحقره وكتعيش في البؤس، والشباب ديالها مساكن كيشوفوا على قوارب الموت وكيعيشوا في الانتحار. وشكرا لكم. الشتا ما عطات علينا ما والو، خدام الناس خدامين كتبيع وتشري. واحد الوقت قالوا الواد جاي شي هربان شي كذا، تدخل الماء. قلت لك كارثه عظيمه. صافي بدا كيكرط في عباد الله، وكرط لهم الحالات ديالهم. اللي هرب واللي بقى راه توفى. واللي انا كنت موجود من الدار، سمعت الواد جاي بغيت نطل باش نرجع للدار. صليت من تما بالي الواد جاي وانا نرجع للدار. دخل علينا الماء للدار، ديال خويا. دار خويا باقا عامر الان. كارثه ديال الله. هذاك الواد اللي ما مصوبش، الواد هو اللي ما مصوبش. تهرس الحيط تم جاي الماء، لحقاش البراج ما بقاش خدام. الماء اللي كيهود البراج ولا كيهود هنا. هذاك اللي الواد اللي كيجي من لحد حراره ردوا الاتجاه ديالو لهذا الواد زعما تينا باش يهود البحر. صدق داير كارثه، خصو يهود البراج. دابا خصنا نطلبوا حنا البراج يرجع كما كان.
هو اللي كيلقى عندنا الماء، وراه ما كانش راه غادي تبقى شي كارثه اخرى تبقى اكثر من هذه. دابا البراج هو اللي كيلقى علينا حنا الماء. مريحين ما بينا، ما علينا، بدات الشتا بدينا كنجمعوا شويه، ما فين كنجمعوا عادي، الماء كيطلع لنا حتى كاع حديت هنايا. شوف كيبان لك واد ديال الماء، كاين اللي غرق مع حلو، كاين اللي هرب وخلى داكشي، كل اللي خلى سلعته وكله ومشى داكشي. يعني مثيرة للأسى وللذعر كذلك. يعني بالأمس تابعت الكثير من المقاطع وكذلك البث المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي. يعني الناس في مدينة أسفي تفاجأوا بما حصل، بهذه المشاهد، بهذه الأمطار التي يعني على حين غرة غثتهم وجرت يعني كل شيء في المدينة القديمة بمدينة أسفي. وهنا نتحدث عن مدينة تقع في منطقة جغرافيا هي منخفضة، ومع ارتفاع منسوب مياه البحر ومع يعني مجاري الوديان التي تم تضييقها على مدار يعني عقود وسنوات، لأن سنوات الجفاف يعني توالت. فكل هذه العوامل زائد عوامل مرتبطة بشبكات الصرف الصحي التي لم تكن مهيئة لهذه الشدة ولهذه الكمية من المياه، كلها عوامل بالأمس تداخلت وأنتجت هذا المشهد الذي نراه الآن على مقاطع الفيديو. يعني سيول هائلة اجتاحت المنازل والمحال التجارية وجرفت كل ما في طريقها، يعني أشخاص، سيارات، حتى يعني السلع. والنتيجة والحصيلة هي كالآتي: يعني 37 حالة وفاة، حصيلة كبيرة. وهناك حتى من يتحدث من وسائل الإعلام المحلية في أسفي أن الحصيلة أكبر من ذلك، وإن عدد المفقودين يعني لم يتم حصره بعد. وبالتالي ممكن أسألك عن هذه الجزئية إذا سمحتي لي فاتحة هنا، يعني بخصوص المفقودين، يعني ما هي الجهود المحلية في الدولة في سبيل حصر الأعداد، على الأقل إيجاد وانتشال للأسف يعني جثامين هؤلاء المفقودين؟ يعني للأسف كان هناك مشهد بالأمس تداول على نطاق واسع لمشهد جثمان أو جثة تطفو على سطح أحد البرك أو أحد السيول، وكانت صادمة للجميع. وللأمانة السلطات يعني منذ الوهلة الأولى تدخلت وفعلت خطط للطوارئ من أجل إخلاء المنازل، من أجل حتى يعني إسعاف من جرفتهم المياه. تم إسعاف العشرات ممن جرفوا وتم إسعافهم وهم يعني تقريبا كانوا بصدد الغرق، وبالتالي الكارثة يتم التعامل معها أولا بأول. والجهود الآن يعني بعدما نذكر أن السيول يعني تقريبا الأمطار لم تستمر سوى ساعة، من 5 إلى 6 بعد الزوال، والسيول يعني بسرعة كبيرة بدأت وانتهت، والسلطات تتعامل مع ما تبقى من الطمي والطين وبقايا السيول وتحاول البحث ربما عن مفقودين. نتحدث عن مفقودين محتملين قد يظهرون حتى في مناطق بعيدة عن مدينة أسفي، وهذا ما يحصل في مثل هذه الكوارث. شدة المياه تجرف الغرقى إلى مناطق أخرى، يظهرون على شط مدينة أخرى مثلا أو في أنحاء بعيدة، لأن الوديان كما قلت الوديان تعود دائما إلى مجاريها، رغم أن التوسع العمراني أدى إلى تضييق المجاري والمسارات التي كانت تمر منها الوديان منذ قرون. نعم. والكل يتحدث الآن على أن المسؤولية مشتركة، هناك مسؤولية للجهات التي يجب عليها صيانة شبكات الصرف الصحي والتأكد من أنها يعني تشتغل بالشكل المطلوب قبل سقوط الأمطار، وهناك كذلك حتى مسؤولية من يقومون بتشييد منازلهم ومحالهم وحتى يعني أنشطتهم التجارية بالقرب أو حتى في المجرى المائي، حتى أنه لم يعد يظهر أن هناك مجاري مائية. واد الشعبة هو واد معروف جدا في مدينة أسفي، ولكنه يمر عبر المدينة القديمة ولم يعد يظهر أثره إلا عندما تتساقط مثل هذه الكميات الكبيرة من الأمطار. وأذكر أنه كانت هناك نشرات إنذارية وأن الأمطار لم تهم فقط مدينة أسفي، وإنما ابتدأت منذ صباح يوم السبت من مدن الشمال، من تطوان وطنجة مرورا بكل مدن الساحل الأطلسي. ولكن ما حصل له علاقة بأولا الطبيعة الجغرافية للمدينة، التضاريس، المدينة تقع في مناطق منخفضة والمياه تدفقت من مناطق أكثر ارتفاع إلى المناطق الأقل ارتفاع. خوتي بغيتي نجاوب الصحفية اللي في هذا الفيديو هذا، قالت لك لا حق الموقع الجغرافي
والاسباب الجغرافيه والديموغرافيه وما عرفتش شنو. علاش اختي كتكذب؟ هو تما كاين الواد كيدير البحر شديتو باش تعدلو القصر كما كيقولوا الناس اسفي ما يكذبوش، شديتو وبغي طاح هاد الشتا ما جبرش ما يجي الولاد الولاد فتش على بلاصتو. علاش كتبد؟ علاش هاد الكذوب هذا فاش كتكع صاحبي في هاد الناس؟ فاش كتكع في هاد الصحافه في هاد المسؤولين قسما بالله. ابن مدينه العتيقه وكابن مدينه اسفي كنترجاو حاجه واحده، كنترجاو زياره ملكيه. هذه رساله موجهه لصاحب الجلاله الله ينصرو لينا والله يشافيه. الناس ديال اسفي راه عياو مساكن بزاف، لا مستشفى لا خدمه، الشباب كيضيع، المدينه والو اخويا، راه لا تنميه العجله راه والو، واقف المدينه بحال واقف 86. جميع المسؤولين خاص المحاسبه. ما من تحاسب اصاحبي، ما من تحاسب. انت كتخربق عندك الدواء الحبس، تهضر تمشي للحبس. قال لك المحاسبه داز حتى الفلوس مشاو باش يعدلوا بهم المنظر. علاش؟ انا من هنا كنوجه وكنتحمل المسؤوليه. اي مسؤول في اسفي خصو المحاسبه. راه كاين اللي دخل اخويا ما عنده حتى بيكالا ودابا راه كيتبورد اخويا. ولاد البلاد ولاد المدينه راه لا اله الا الله على الحاضر. لا تخربصنا بمعنى الكلمه اخويا. حنا راه انا حكم كنبيع ونشري اخويا مكرفصين من جميع النواحي. الحمد لله. كنشكروا حاجه واحده اللي كاينه هي الامن. كنشكروهم الامن موفر لينا بعدا. الا بالنسبه للاناره اخويا، مدينه عتيقه اللي عندها اكثر من سنين حاضره المحيط ما فيهاش اناره وسط المدينه العتيقه صاحبي. وشكون يتحمل المسؤوليه؟ انا اللي صوتوا عليا الناس، راه صوتوا عليكم نتوما، خصكم تحملوا المسؤوليه. وشكرا اخويا. هو المحلاتنا كاملين مشات منهم السلعه، سلعتنا كامله مابقاش شي حاجه والو، وبنادم كيسرق صاحبي السلعه، كيسرق حنا شي تعويضه شي حاجه اللي شي، اما سلعتنا اخويا مابقاش عندنا والو. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا عشنا خلال الساعات الماضيه على واقع الفيضانات اللي شهدتها مدينه اسفي. اكبر مجرم في الدوله المغربيه الشريفه هو هذا، اكبر مجرم هو هذا. هذا ولا نجح انتخابات الله يجعلكم تموتوا المغاربه. هذا ولا نجح انتخابات وسمحوا لي على الهضره هذه. هذا ولا نجحتوا انتخابات والله ما كتصلح. باسمي وباسم اعضاء الحكومه نتقدم بخالص التعازي المواساة لعائلة الضحايا والله يلهمهم الصبر. ونتمنى كذلك للمصابين الشفاء. سهله طلع بالبرلمان وقدم جميع التهازي. انا نوريكم فيديو ديال الملك اسبانيا ورئيس الحكومه اسبانيا ملي جا فالنسيا، ملي وقعت شي فالنسيا، غادي تشوف الفرق ما بين المسلمين واللي طالعين جهنم. العاجل هذا القضاء جاء انه 30 ملم طاحت في المنطقه ديال اسفي في واحد الوقت اللي هو وجيز، 37 ملم بالضبط في واحد الوقت اللي هو وجيز. الواد شديته يا الرباعه ديال المافيا اللي مست منطقه سوق ديال باب الشعبه التاريخي اللي هو كيدوز فيه واحد الواد ديال الشعبه اللي كانوا فيه مع الاسف رحمهم الله والله يشافيهم اللي بقى واحد العدد ديال يعني التجار وديال العمال اللي كانوا كيشتغلوا في هذاك الوقت. خوتي السلام عليكم. ما كاين لا داخله لا خارجه، فهمتي يا خوتي؟ كل تعازينا الناس ديال اسفي والضحايا والشهداء، ماشي الضحايا، الشهداء ديال اسفي، الفيضانات ديال اسفي. اخوتي هاد الفيديو هذا والله العظيم القلب ديالي واخا والله العظيم تفرجت البارح منتخب وعملت واحد الفيديو على المنتخب بيرو ماشي مهم. شوف بنادم بهذيك الحاله الله يحسن العوان ميت فوق الماء، بنادم شالو رزقو. يا ربي السلامه يا ربي. وكنتمنى هذيك المسؤولين صاحبي دابا مشكل تهضر يديوك للحبس، اما هضرتي يديوك للحبس كيما عملتي يا واحد صاحبي. شوفوا مولات بلادكم دابا لو كان شي فرنساوي شي لعيبه شي امارات شي حاجه كتنوضوا تبانوا ما بانوا على ولادكم هما الولا، هما كيبانوا على ولاد بلادهم الولا. هذاك براني. المهم ما علينا اخوتي، نمشيو نشوفوا شي لقطات هكذا فيضانات كدا. ما ديك اللقطه بنادم ميت ما ندوزاشي، وديك السيده اللي كانت مسكينه ديال الفخار ما ندوزاشي. نشوفوا شي لقطات خفيفه وغادي نوريكم المسؤول رئيس الحكومه المغرب كيفاش هضر في البرلمان، ونشوفوا الملك اسبانيا والاميره اسبانيا ملي وقع داكشي فالنسيا كيفاش الرياكسيون. شوفوا الفرق، فهمتي؟ انا ما كنيش على الملكيه ولا الملك ولا شي لعيبه بحال هكذا. المهم انا كنهضر غير على المسؤولين، انا كنوريك غير الفرق.
كان غير اخ النوش وهبي هذاك اللي كيخرج كيتحدى الصحافه وكذا، كان يجي ضرب غير دوره تماك اصاحبي، بانوا ديروا فيديو، ديروا لايف، دير اي حاجه باش تبان بانك وطني كتبغي بلادك. ومن بعد ملي يهضر شي واحد تقولوا له انت خائن وروينه، لا حول ولا قوه الا بالله. Mira, a esto no hay derecho. No hay derecho. Por favor, quitar el Sánchez de presidente. ¡Quitarlo ya! ¡Quitar el Sánchez! ¡Ese! ¡No lo vamos a traer! Gracias. Con vosotros. Vamos a para atrás. Vamos a para atrás. Vamos a para atrás. Dictadores, hijo de puta, está acabando con todo. Quitarlo, por favor, quitarlo. Perdonadnos, que ya nos queda, perdonadnos. Sigue, sí, échate agua. Que queda de puta madre. Ahora van a quedar de puta madre, enseñar a esos. A ese, que ahora van a quedar muy bien. De puta madre. Se sabía y nadie ha hecho nada por evitarlo. خوتي هادو اللقطات ديال الرينه ديال اسبانيا والملك ديال اسبانيا اخوتي، شتي الفرق ما بين الناس اللي كتبغي بلادها دوله الحق والقانون. هاد الفيديوز انا ما كنشيرش على الملك، الله ينصرو الله يشافيه، انا كنشير غير على رئيس حكومه والمسؤولين. شو الفرق ما بين الفرق؟ تا رئيس حكومه جا، حنا نقولوا سيدنا مريض ما يقدرش يجي، وتا هذيك كونديسيونيز ما يقدرش يجي فيها، بيرو فين هذيك واخ النوش واجي تشوف الناس كتموت اصاحبي، الدعوه بك الله، طلب البرلمان كتقول لنا كلنا تعازي سير اصاحبي، الدعوه بكم من الله، سير اجي وما تعطيهم والو، اجي غير واسيهم باش تعرف بان راكم قلب على على الشعب. اودي لا حول ولا قوه الا بالله، كيتي كيعصب اصاحبي. اي والله دابا اجي يقولوا هذا كونترا الرايك، اما كونترا حد عشيري. هادوك الناس اصاحبي بنادم فوق المميات وكذا وما كاين له. المهم مشينا لكم الله خرج فيديو اخوتي، هذا انا ما كونترا حد، ما بلادي كتبقى بلادي المغرب، الله يخليها ديما الفوق، فهمتي؟ كتجيك ديك الحرقه، فهمتي؟ كتجيك الحرقه، حيت بنادم اللي كيبغي بلادو كتجيه الحرقه. علاش هذا كيجي ويسقسي على ولد بلادو، واخا يكون كيما شمو الرتبه عنده، كيجي كيسقسي على ولد بلادو. علاش حنا ماشي هكذا؟ يجي وصافي تعزي صافي وراه مشغول كاع ما مسواق لك كيبني في فيلا الاراضي، ادي معاك والو والله الا ديتي معاك شي حاجه، فهمتي؟ بعدا انت ولا كنتي بعدا فالصو عمل غير بروتوكول، بحال يقول لك حنا ديك الضحكه الصفراء، غير خرج نهار الاولاني النهار الثاني حنا معاكم، غير من ديك الضحكه الصفراء صاحبي. ديما كتوقع شي كارثه في المغرب كتجبر غير الامن الوطني واقف. فين هما ديك المسؤولين المقدميه كيجمعوا ما مسوقين. لا حول ولا قوه بالله. خوتي تحياتي وعاش سيدنا وديما مغرب. شي كلمه، راه حنا ما كنت راه حد، حنا غير كتجينا الحرقه على البلاد، وما انا فور البلاد، انا عايش واحد الدوله اخرى.
حق ما كرهتش نرجع لبلادي، اقسم لك بالرب العلي العظيم.